من أكتر الحاجات اللي هتخلّيك مبسوط أوي كمان وأنت مش واخد بالك، إنّك تتحب، مش بس في علاقة عاطفية، إن راجل يحب ست أو ست تحب راجل، لأ، إن أنت تكون محبوب وسط أهلك، وسط أصحابك، وسط زمايلك في الشغل، نظرة التقدير اللي في عينيهم، دي اللي بتخلّي دايمًا عندك طاقة وأمل لبكرة، بتطلّع فيك طاقات إبداعية كتيرة، تبقى عايز دايمًا تبقى أحسن، وعايز دايمًا تبقى عند حُسن ظن كل اللي حواليك، وبصّوا لك بصّة التقدير دي، ما ينفعش إن أنت تخذلهم. أنا متأكد إن من غير نظرة التقدير اللي في الشغل دي، أو حُب الناس ليك في شغلك أو وسط أهلك، أنت مش هيبقى عندك أي طاقة إن أنت تدّي لأي حد حاجة، ولا حتى إن أنت تطوّر في نَفْسك. ففعلًا نعمة إن أنت تتحب نعمة كبيرة أوي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وطالما أنت بتشتغل وبتجتهد على نَفْسك، أكيد أنت هتتحب. طول ما أنت بتعمل اللي عليك، أكيد الناس هتحبك. طول ما أنت بتساعد كل اللي حواليك، أكيد الناس هتحبك. طول ما أنت بتتقن عملك، أكيد الناس هتحبك. أي حاجة حلوة بتعملها هتخلّي الناس تحبك دايمًا، ودايمًا حُب الناس ده هيخلّي عندك إحساس بالذات أكتر، وهيخلّي عندك القدرة إن أنت تطوّر من نَفْسك أكتر وأكتر. ففكرة إن أنت تتحب دي جميلة أوي، يا ريت تحافظ عليها وتخلّيك دايمًا محبوب وسط الناس. كانت جدتي رحمة الله عليها دايمًا كانت تقول لي: "روح يا ابني ربنا يحبب في خلقه." من أجمل الدعوات اللي أنا سمعتها، ومن أجمل الدعوات اللي أمهاتنا كلها بتدعي بيها دايمًا لأولادها.